السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات داخل وخارج أرض الوطن، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج فضلا وليس أمرا. قال لك وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها. نفتخر ونعتز أننا كندافعوا على مرضي الوالدين، وكندافعوا على واحد المرأة وصلت في السن عتية اللي هي أمي يمنى. الله يطول عمرك والله يخليك دائما نوارة ديال هذيك الدار، لأنك فعلا إلا كان ديك الشجرة اللي تولدت منك واحد العرش خرج كما كنقولوا معطوب، معليش هو راه كان صحيح، ولكن تسلطت عليه شي سوسه اللي عطبت داك العرش. معليش ترجى الله وما تسخطيش، لانك في الاول ولدتي هاد الوليدات مرضيين، ماشي حتى اليوم عاد تسخطي عليهم. ما عليناش الاخوه الاخوات فهاد المشاكل اللي نايضه على الافراغ والطرد، وشرحنا وفسرنا قلنا لكم ما كاينش افراغ. هذه واحد النقطه اللي كنولي نصححها لبزاف الناس. اخوتي العزاز، الناس اللي كيقولوا افراغ 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 افراغ، راه ماشي افراغ. هذاك راه ملك، ملك اخوتي العزاز، ملك ديال واحد السيده عطاتو لك، استغليتيه واحد الفتره، بغاتو. شنو كيتسمى؟ خصك تخرج. هاد الدعوه اللي وقعت اخوتي العزاز عند رئيس المحكمه او التبليغ، فإلا قررت المحكمه غادي يتسمى الطرد، محتل، انت محتل واحد المكان ماشي ديالك. اما الافراغ راه كيكونوا الناس اللي كارهين، كاري واحد المكان ما بغيتيش تخرج له، كتسمى الافراغ ملي كيرفع عليك دعوه. هذه غير بين قوسين. ما عليناش. عمتي رقيه اخوتي العزاز خرجت وتكلمات على بنتها وشهدت بشي حوايج، يعني اخوتي العزاز يعني بحال اللي كتزيد تغرق بنتها، وفي نفس الوقت كتبين هذاك الكلام اللي كيتقال على العائله ديال مو يمنه فراه هو موجه ليهم. وهذا الكلام قالته بالحرف، قالت ها بنتي، ها بنتي ما تبقاش تلمحي ليهم، انا هضرت معاك في الخاص. فهذه شهاده كفيله، فهذه شهاده كفيله، كفيله اخوتي العزاز بانها كترمي لهم المعاني، بان الكلام اللي كتقول امها كتشهد فيها بان صافي، صافي سالات الكتابه اخوتي العزاز، صافي سالات. كتقول له هضري عليا، شوف كيفاش، لان عمتي رقيه المشاهده مشات لها. بحال اللي كتقول لها نوضي تضاربي معايا، ولا نوضي تكلمي عليا، ولا عاودي لي القانون ديالي، ولا عاودي ولا عاودي ولا عاودي، وما تكلميش على داك الموضوع. وانا نجيكم باجماع، اقسم بالله كون كنتو باقا بدويين كون بقيتو مكملين في المحتوى البدوي. نهار جبرتو المشاكل ديال المحاكم، وجبرتو المشاكل ديال شي ضرب فيا نضرب فيك، وجبرتو فيهم الفلوس، ما بقاش عندكم في الطانطو ديال الدماغ ديالكم المحتوى البدوي. ولكن العكس صحيح ديال ناديه وميامنه، كنشوفوهم كيخرجوا كيديروا خريجات، كيفوجوا علينا وكيفوجوا على المغاربه، كيبينوا ديك اللمه د العائله. اي واحد كيتمنى يكون في ديك الصوره اللي كتكون فيها ميامنه وجالسين في الطبيعه ودايرين كاسكروط وكيضحكوا وناشطين. اقسم بالله العلي العظيم ما كاينش احسن من داك الجو. اما نتوما اش كنستافدوا منكم؟ حتى حاجه. بكي عليا نبكي عليك، خنخن عليا نخنقل عليك. هادشي في الحبس، محاكم، دعاوي من هنا من هنا، الى متى؟ الى متى؟ نكونوا واقعيين اخوتي العزيز، حنا غير منتقدين ليس منتقمين. حنا ما كنضربوا فحد، وما غادي نسبوا فحد، وما غادي نقذفوا فحد. حنا كنتقدوا هاد المحتويات لان كنلقبهم بالمحتويات الرديئه، لان هاد الناس كيديروا واحد المحتوى اسري. ما ولا عيب وعار اخوتي العزاز، مشاكل اسريه ولات كتطرح في اليوتيوب. اللي عنده شي مشاكل، تاع كلشي عنده المشاكل، خليها اخوتي العزاز، خليها ابار. اللي عندك ما تضيف في اليوتيوب او ما تقدم في اليوتيوب بعيد كل البعد، باش انك تحافظ على كما كنقولوا على الكتاب ديالك يبقى مصيون. بعدوا على المشاكل العائليه. ولكن اللي عنده شي خنز في العائله كيحطو
باش يطلع المشاهده، باش يسلط الاضواء، باش يفرخوا لينا الوسخ. المهم علينا الاخوه والاخوات، فهذا الموضوع هذا اليوم السفيره او العالمه الفيزيائيه عمتي رقيه خرجت وعطات الراي ديالها. قالت لهم ما عرفتي بهذيك الخرجه ديالها واش بغات تروم او بغات تروم الجهه الناديه ام يامنه، وزعما راه ولات انها كتقول كلام الحق وما بغاتش تبين على ان النسيب راه واكل مثلا سبرديله ولا الله اعلم به. المهم داك السيد ما عرفتش مسكين، راه مستحيل مستحيلات ان شي واحد يخرج يعطي الضد لمو او يفقس مو او يبكي مو. حتى شفنا هاد السيد هذايا الله يكون به، الا كان يا ربي الحبيب فيه شي حاجه يا ربي تفرج عليه وتشافيه وتعافيه، ولكن الا كان كيدير داكشي اكسبري فغنقول لك راك دخلتي في خانه ديال مساخط الوالدين. فهذيك الام لابد انك خصك تباري بها وخصك تصبح عليها وتمسي عليها، لا خصها شي حاجه على الاقل احسن بها، ما تعطيها والو. ما خصها حتى حاجه مع ناديه ومع خديجه ومع وليداتها الاخرين. طيب المهم حسن بالام ديالك، ما تهزش الام ديالك شي شوكه، راه واخا هي ما تقولش، واخا هي تقول مثلا الله يرضي عليك، ولكن في القلب ديالها ملي كتبكيها راه الله عز وجل كيغضب عليك والملائكه ديالو. سمعتيني يا حنيني؟ ما ليناش الاخوه الاخوات نوصلوا الرساله ديالنا. ف عمتي رقيه ما عرفتاش شنو كتقصد ملي خرجت كتضرب هنا وتزقل هنايا، ولا باغا دير العصا، باغا دير العصا خوتي العزاز في الوسط، ما تجي مع حتى شي واحد. راه داك الكلام اللي قلتي بان بنتك راه كتلمح لام يامنه وخديجه واختها ودوك العائله، فهذه شهاده كفيله انها تحط بها شكايه، راه عاوتاني تصدق في الحباسات. خليو القانون ياخذ المجرى ديالو. هي قالت لك اسيدي ما غاداش تخرج من تمايا، ام يمنه عندها جميع الوثائق والملكيه ديالها والمسائل ديالها، وعيات ام يمنه ما تصبر ورفعت مسائل قانونيه، واللي عنده شي حق يعطيه له المخزن. ولكن ديك كثرت اللايفات وكثرت الفيديوهات وكثرت داك التعاطف، هاد التعاطف راه لا علاقه له اخوتي العزاز. الانسان ملي يتعاطف على المعقول، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. واللي شاف شي منكر غيروا المناكير. حشومه وعيب وعار. وصلنا لواحد الزمان انك تشوفوا الولد كيدير لمو المصائب كحله وانتم كتجيو لا كتمشيو مع الولد وتحرشوه. حشومه على مو كدير لك هكا، حشومه 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 حشومه. راه واحد اللقطه عاده نتكلم عليها وندير عليها فيديو، مي شفت مراتو، جا عند مراتو كيهضر ليها في سميتو، كيهضر ليها في ودنها، ومراتو شنو كدير؟ خدامه كتعاير مع عائلته. الانسان هو يكون راجل، حنا ما كنقلوش من الرجوله ديالو او نقولوا فيه شي كلام خايب، ولكن هادشي اللي كيديروا الله اعلم به. واش هاد السيد طبيعي ولا ماشي طبيعي؟ الا كان طبيعي فراه خاي اش نقول لك، فهنيئا لك في عالم المساخط. ولا كنتي كدير هادشي هذا ماشي طبيعي فنقول لك الله يشافيك والله يعافيك والله يفك الكرب ديالك. فراه الشوكه الام صعيبه. شوفها عمتي رقيه واش كدور بالام ديالها ولا كتمشي عند الام ديالها؟ لا لا ثم لا ثم لا ثم لا. اخوة الاخوات، انا عطيت نبذه على الخرجه ديال امي رقيه، وكنتمنى رسالتي تكون وصلت. حنا دائما مع امي يمنه وكل تضامن مع امي يمنه، الانسانه الطيبه. امراه اخوتي العزاز، هذيك امراه ما تشبعش منها، تجلس غير قدامها. شوف هذيك راه ولات بركه. شي هاد الناس كبار راه بركه فوق الارض، تبوس لها يديها وتبوس لها راسها. هاد الناس راهم قريبين نقارضوا اخوتي العزاز. واش هو في هذا الوقت هذا باقي شي حاجه ما تعجب في الدنيا؟ ما بقاتش. ما بقات لا صله رحم، ما بقات. قليل فاش كتلقى الخاوه، قليل فاش كتلقى الصحبه، قليل. ما بقاتش. هاد الزمان كنعيشوا اخر الازمان. هانتوما كتشوفوا اخر ما كاين في المشاكل هو السيد مضارب مع الام ديالو وكيف قص الام ديالو، وعدد منهم ماشي غير واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. راه كنطلوا في هذا الزمر ديال مواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا الكوارث. وحده كتنسيك في وحده، والله يلطف. هذا ما كان، الله يلطف والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. خوتي تحياتي لكم، نتمنى انكم ديروا لنا لايكات والبارطاج،
ونتلاقاو في شي فيديو اخر. مني كل الاحترام والتقدير.